إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم من معصية أمره ومخالفته. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، شباب إذا في مجال أضحكم شوي من وراء مشان يتركوا مجال يعمل في الله يرضى عليكم. فمخلوق صغير من مخلوقات الله تبارك وتعالى كثير منا إذا رآه لم يكترث له. هذا المخلوق الصغير لفت نظر نبي من أعظم الأنبياء وملك من أعظم الملوك حينما ظهر منه الإعجاز بقدرة الله سبحانه وتعالى، وظهر منه أي من هذا المخلوق الصغير الإرشاد لنا نحن معشر البشر بفضل الله تبارك وتعالى. هذا المخلوق الصغير أيها الإخوة هو النملة، وذاك الملك هو النبي، هو سليمان عليه وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. يمشي سليمان صلى الله عليه وسلم مع جنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لاحظ هذه الآية من أروع آيات القرآن الكريم، فيها من البلاغة ما لا يوجد في غيرها. يقول علماء البلاغة اشتملت هذه الآية على 10 أنواع من الخطاب. تصور بها الآية هاي الكم كلمة اللي قرأناها حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فيها 10 أنواع من الخطاب. الأول التنبيه يا أيها أو أيها، الثاني النداء يا، الثالث التسمية، والرابع الأمر، وبعدين النص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. كل هذه أدوات الخطاب التي سبقنا وذكرناها، وكل هذه أصناف البلاغة التي قدمناها موجودة في هذه الآية. وهل تدري أن النملة في هذه الآية أدت 5 حقوق أيضا؟ الأول تجاه الله سبحانه وتعالى، والثاني تجاه رسوله، والثالث تجاه الجنود مع رسوله، والرابع تجاه نفسها، والخامس تجاه قومها. وين موجودين هذول؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لاحظ معي، الأول تجاه الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت إذا شفت واحد بده يتورط واجب عليك شرعا أن تنبهه وتحذره، وهذا ما قامت به النملة. الثاني تجاه رسوله، أخبرت رسول الله سليمان عليه الصلاة والسلام أن احذر فهنا نمل يجب أن لا تدوسه. الثالث تجاه الجنود، إذ أوجدت لهم الأعذار وهم لا يشعرون. ترى هذول بجوز ما يكون بقصدهم، بجوز يكون بغير قصد، بس المهم انتبهوا أنتم يا قومي. الرابع تجاه نفسها، إذ هربت ودخلت
إلى المسكن. الخامس تجاه قومها حينما حذرتهم من الحطم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن الخامس هو الخوف على قومها، ودافعها في ذلك غريزة الانتماء، تنتمي إلى قومها، تنتمي إلى مجتمعها، فتخاف عليهم من الحطم وتخاف عليهم من الأذى. ومن أروع ما في هذه الآية أيها الإخوة استخدام النملة للفظ لا يحطمنكم. والحطم يستخدم مع حطم الزجاج. الحطم يستخدم مع مواد تتكسر تكسيرا. لم يستخدم أو تستخدم هذه النملة لفظ يدعسكم يدوسكم يقتلكم، لا، قالت يحطمنكم. وأثبت العلم الحديث أن جسم النملة الخارجي يحتوي على جزيئات كثيرة من الزجاج، لذلك إذا دست على النملة تسمع صوت تحطيم كصوت الزجاج تماما. وهذه الدقة في التعبير القرآني والبلاغة في كلام الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية أيها الإخوة أعظم الدروس لنا نحن معشر البشر، فتعالوا لنرى كيف فعلت النملة ذلك. حينما رأت هذه النملة سليمان قادما باتجاه مع جنوده، هنا أمرت قومها بدخول المساكن. طيب قد يسأل سائل ليش سمي المسكن مسكن؟ لأن الإنسان يسكن فيه، بعد الحركة يأتي فيرتاح، سكون مسكن. إذن المسكن من السكون، فالإنسان يدخل بيته ليرتاح ليهدأ من السكون ضد الحركة. والمنزل من النزول، فأنت تذهب إلى تنزل في المنزل من النزول. والبيت من المبيت، فاستخدمت النملة لفظ مساكنكم، أي ادخلوا واسكنوا فيه ولا تتحركوا حتى يخرج سليمان وجنوده من وادي النمل. إذن أمرتهم بدخول المساكن، وحتى لا يتأخروا يتساءلوا ليش طيب بدنا نفوت، شو صاير، شو السبب، بيكون داسهم سليمان. فمباشرة عللت هذا الأمر بقولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا تعليل الأمر يكون أدعى لقبول هذا الأمر وأسرع لتقبل هذا الأمر، فدخلوا مباشرة أو يدخلون مباشرة. ثالثا في هذه الآية أمر مهم جدا، وهو إيجاد الأعذار للآخرين. النملة أوجدت عذرا لجنود سليمان قبل أن يطلبوا هذا العذر، فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يجوز يكونوا ما بيعرفوا. إيجاد الأعذار للآخرين، وهذه مسألة مهمة جدا في السلوك الاجتماعي، تؤدي إلى ترابط المجتمع وزيادة المحبة. لما أنا أوجد أعذار من نفسي للآخرين قدر المستطاع، أجد أعذار قبل أن يطلبوا مني أن أجد لهم عذرا. هذه بعض الدروس أيها الإخوة التي نستفيدها من هذه النملة. ولو أردنا أن نتكلم في هذه الآية عن الإعجاز وعن دروس السلوك الاجتماعي لتكلمنا كثيرا. أهم ما في الموضوع أن هذه النملة علمتنا نحن معاشر البشر درسا في الانتماء للقوم، درسا في الأخلاق وعدم الأنانية، ما هربت لحالها، لا، دعت قومها أول شيء. درسا في السلوك المستقيم الحضاري، نملة صغيرة كانت درسا لنا نحن معشر البشر. لكن أيها الإخوة، هل يعقل أن تكون هذه النملة أحرص على قومها وأكثر عطفا منا نحن معشر البشر؟ يعني هل يعقل نملة تخاف على ناسها أكثر ما نحن نخاف على ناسنا ونخاف على بعضنا؟ هل يعقل أيها الإخوة أن تكون النملة أكثر قياما بواجبها تجاه قومها وأكثر شعورا وإحساسا بغيرها؟ نحن معشر البشر والله غريب، والله نحن وصلنا إلى مواصل، يعني صرنا في درك هو أدنى بكثير من مستويات قياسية، من غرائز حيوانية موجودة في أبسط المخلوقات. غريزة الانتماء، غريزة الإحساس بالآخر، غريزة الإيثار، غريزة الشعور والمشاعر والإحساس بهموم الآخرين،
موجود عند النمل، لكنه على ما يظهر لنا عدم عند الكثير من البشر. إذا كانت هذه الكائنات الصغيرة وهذه الحيوانات تعيش في حالة ما يسمى قانون الغابة، فيبدو أن البشر أصبحوا يعيشون في حالة ما يسمى غياب القانون، ويبقى قانون الغابة أرحم بكثير من حالة غياب القانون الذي يحتكم إليه بشرنا في هذه الأيام. يشن بشار الأسد حربا على قومه ويمنعهم من الخروج في بعض الأحيان من منازلهم، ثم يقصف المنازل عليهم. لكن نملة تطلب من قومها الدخول إلى الملاجئ، نملة دخول إلى الملاجئ خوفا من الحطم، خوفا من الموت. أما بعض العواهر من حكام العرب يدوسون ويحطمون أقوامهم بحوافرهم وحوافر شبيحتهم. لاحظ الفرق. فقارن بين هذا أبو جدبي الغبي السفاح بشار والنملة، بتكون النملة أفضل ب1000 مرة من هذا الأجدب وغيره من حكام العرب. تجد النملة أيها الإخوة تبحث عن الأعذار، ثم تجد الأعذار للآخرين. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بينما غبينا أبو جدبي صاحبنا حينما قام عليه قومه اتهمهم شيء بالرشوة. لك حدا أسألك بالله العظيم، أنت إذا طلعت على التلفزيون ما بتستحي تقول المتظاهرين في سوريا يخرجون إلى المظاهرات كانوا ب$10 بعدين صاروا ب$20 بعدين ارتفعت القيمة إلى $50. لك يا غبي يا ابن الغبي، أنا لما بدك تعطيني مو $50 على حسابات هالأيام، منيح ما قرشتم إياها بالسوري بعد ما ارتفع الدولار، فروض $50. فروض حدا يخرج إلى الموت إذا أعطيته $100,000 شو بده يساوي فيها $100,000؟ إذا بده يطلع ياكل رصاصة أو شيء قذيفة هاون أو RPG أو تدوس الدبابة، شو بده يساوي بال$100,000؟ بس تعال فهمني. يعني شوف الغباء وصل لحد وين. أقسم بالله الطفل الصغير يستحي أن يتكلم أمثال هذا الكلام. وهذا الذي سرق الرئاسة، رئيس الصدفي، يجي بالصدفة للرئاسة يقول مثل هذا الكلام على التلفزيون. ولمين؟ لا، إذاعات وقنواتهم أغبى منه بكثير. ويتهم البعض الآخر بالاندساس، مندسين، ويتهم البعض الآخر بأنهم أصحاب أجندة خارجية، ويتهم البعض الآخر ما بعرف بشو. ولو أراد هذا الغبي أن يبحث عن أعذار لقومه لماذا قاموا عليه، إلى عبى مجلات وعبى صفحات السرقة والظلم والتجاوز والتطاول وما في قانون وما في حق وفي فساد، وعدد ما شئت من هذه الأعذار. فلاحظ أن النمل أذكى وأكثر حكمة وأكثر فطنة بمئات المرات من هذه الزرافة الجدباء، ب1000 مرة، وما في مقارنة بين النملة وبينه. هؤلاء أيها الإخوة لازم نعرف شغلة مهمة جدا، فقدوا أبسط غرائز الحيوانات الصغيرة اللي هي غريزة الانتماء. هدول ما عندهم شيء اسمه غريزة الانتماء. هدول الحيوانات تجاوزتهم بآلاف السنين الضوئية في الإحساس والمشاعر، ما عاد عندهم انتماء. في واحد عنده انتماء، بيوجه صواريخ ودبابات ومدافع، بينزل مدينة كاملة اسمها حمص، مدينة كاملة من 4 شهور 5 شهور كان 65 من المدينة مدمر، الآن الله أعلم. في واحد عنده غريزة انتماء بيساويها؟ مستحيل، مستحيل. في قانون الغابة الحيوانات لا تعتدي على أفراد جنسها. أشد الحيوانات ضراوة وضراسة واعتداء الذئاب، لكن الذئب مستحيل أن يعتدي على الذئب. خذها قاعدة، مستحيل. هذا دليل على أنه لا ينتمي لا إلى هؤلاء البشر ولا إلى هذه البلد. لقيط الله أعلم من وين. وبالتالي هم لا يعترفون بقوة الحق. هؤلاء مطلقا قوة الحق، الحق له قوة، هم لا يعترفون فيها، بل يعترفون بحق القوة. إذا جيتوا من فوق بنخ، بصير يعوي ويطلب من العالم تخليصه من العصابات المسلحة.
حينما لا يعترف أي عضو وأي جزء من عضو بانتمائه إلى الجسد، ماذا يفعل به؟ وحينما يصبح أي عضو أو جزء من العضو عبئا على الجسد، شو بنساوي فيه؟ فنحن إما أن نقتلع الظفر أو نقصه أو أن نقص الشعر، وهذا الشيء الوارد وهذا الشيء المنطقي في التعامل مع من لا يحتكم أو يشعر بغريزة الانتماء. مصيره إذن إما الاجتثاث وإما القص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.